اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فيديو جديد باذن الله. بغيت نقول لكم عشركم مبروكه حيت العيد قرب، وبما ان العيد قرب غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الحلوه. هذا الشكل الثاني، كنت ديجا شاركت معكم واحد الشكيل اللي سهل بزاف، الحلوه ديال التمر. دابا نشارك معكم واحد الحلوه ديال دانون اللي كتجي غزاله في المذاق وكتجي هشيشه بزاف. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، خديت جوج بيضات وواحد القبيصه ديال الملحه، ضروري الملح في الحلويات. غادي نزيد عليها جوج كيسان ديال سنيده صافي، وغادي نخدم داك البيض مع سنيده حتى كينسجموا ليا مزيان. صافي من بعد ما خدمت البيض مع سنيده حتى كتذوب ديك السنيده تقريبا، كنزيد عليها الزيت. بالنسبه للزيت درت جوج كيسان، درت جوج كيسان ديال سنيده، غادي ندير جوج كيسان ديال الزيت. يعني اللي بغى يدير غير كاس ديال سنيده يدير كاس ديال الزيت. انا هاد المقادير اللي درت كيعطيوني واحد الكميه اللي كثيره. صافي غادي نبدا نخدم مزيان داك الزيت مع البيض وسنيده حتى كينسجموا مزيان. من بعد غنزيد جوج معالق كبار ديال النشا. هاد النشا هي اللي كتخليها تجي هاد الحلوه كتجي هشيشه بزاف. بالنسبه للمقادير دابا نكتبهم في صندوق الوصف، لحقاش نسيت في الاول ما صورتش هكا المقادير كاملين. ان شاء الله غير نسالي وغنكتبهم في صندوق الوصف. زدت ليها واحد الكاس ديال دانون ديال الفاني، كيعطي واحد النسمه اللي زوينه. كتعرفوا النسمه ديال الفاني كتكون زوينه. صافي وزدت لها النكهه ديال الناطه حتى هي فيها واحد النكهه اللي غزاله. صافي وكنبدا كنخدم كيف ما قلت لكم هكا حتى كنحس بداك الخليط راه صافي ينسجم، كلشي ينسجم مع بعضياته. من بعد غادي نزيد جوج خمارات وغنزيد الدقيق على حسب الخليط. من بعد ما جمعت العجينه كنخلي العجينه رطبه. ضروري اي هكا عجينه ديال الحلوى ضروري خصها تكون رطبه باش كتجينا زوينه وكتجي هشيشه ملي كطيب. اما الا قصحنا العجينه، الا كثرنا على الدقيق راه كتجي قاصحه وملي كطيب كتقصح بزاف. يعني من الاحسن تخليوها هكا العجينه تكون مرخوفه، وحتى باش كنبغيو نخدموا بها كنخدموا بها هكا بسهوله. صافي هنايا بديت كندير على شكل كويراس، غندير وحده مدوره وندير وحده على شكل اصابع.
بالنسبه للتزيين بعد ما طابت ليا ديك الحلوه، خديت هنايا كاوكاو مهرمش محمر ومهرمش، وغادي نديرو في شكلاط كحل من بعد ما ذوبته. وعندي في البواطه الاخرى عندي فيها الكوك محمر، خديت الكوك هكا عادي حمرته، كنقص عليه البوطه وكنبقى هكا كنستمر بالتحرك باش ما كيتحرقش، هدايا كيتحمر. ملي كيتحمر كيعطي واحد النكهه زوينه، وحتى الريحه ديالو كتكون زوينه ملي كيتحمر. صافي، وعندي الكونفيتور تما في واحد الزليفه. غناخد هنا دوك الحبات هادو اللي طابوا الاولين، غادي نغطسهم في داك الخليط ديال الشوكولاط مع الكاوكاو. صافي، وكنديرهم في واحد البلاستيكه وكنستمر هكا حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي. من بعد كندير بالنسبه للشكل الثاني، كندير الكونفيتور، كندهنوهم بالكونفيتور وكنفندهم في الكوك. هاد الطريقه ديال الكوك ملي كيتحمر صراحه كيعطي واحد النكهه اللي زوينه بزاف، وكيجي حتى المنظر ديالو زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. درت منها 2 كيلات، درت على شكل هكا دوائر، ومن بعد درت على شكل اصابع، وكتعطي واحد الكميه اللي تبارك الله كتعطي واحد الكميه اللي كثيره. يعني اللي بغى يزيد يضاعف المقادير، اللي بغى هكا شي كميه اللي كثيره بزاف يضاعف المقادير. انا ديال الكميه اللي عطاتني، ومازال عندي عاوتاني واحد شويه في واحد اللاطه. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش عليا باللايكات كيف العاده. خليتكم على خير.